تفتكر ليه الأيام دي بقينا بنحس بالانفصال عن أي عمل فني بنشوفه؟ الممثل ما بقاش قادر يحسسك بالانتماء للشخصية ولا عارف يخليك تصدقه. الأداء التمثيلي بقى سيء، ولو ممثل حاول يخليك تحزن مع الشخصية انت بتضحك عليه أصلا. هل الممثلين ما بقوش يعرفوا يمثلوا؟ طب ازاي يا عم؟ ده ليهم أداءات تمثيلية قوية قبل كده، وبعدين لو كده ما كانوش بقوا نجوم أصلاً. فتعالوا نعرف إزاي الممثلين في طريقهم للحفاظ على النجومية خسروا الشيء اللي جعلهم نجوم من الأساس. أكشن! اليومين دول بقينا نشوف الممثلين وشهم عاجز عن إظهار أي مشاعر، وبقوا مش عارفين يعملوا وظيفتهم الأساسية، ألا وهي التعبير عن أحاسيس وأفكار الشخصية اللي بيجسدوها. وانت بتتفرج بتبقى مش مصدقهم وحاسس بالزيف، وبتقول لنفسك إن في حاجة غلط لكنك للأسف مش عارف إيه هي. كأن السبب وراء أدائهم التمثيلي السيء ده هو شيء سري مش عايزينك تعرفه، وده حقيقي بالمناسبة. ولكن خليني قبل ما أقولك هما ليه بيخفوا الإجابة عنك أقولك إيه هي الإجابة أصلاً. حقن البوتوكس والفيلر إجراء تجميلي بتقوم بيه الممثلات عشان شكلهم يبان أجمل وأصغر في السن، ولكنه بيبقى لعنة على مهنتهم. وهنا بقولك الممثلات عشان أصلاً صناعة التجميل قايمة في الأساس على الستات، ولكن أكيد هتلاقي ممثلين ذكور برضو بيعانوا من نفس المشكلة. حقن البوتوكس يعتبر أحدث التقنيات الغير جراحية المستخدمة في شد الوجه والتخلص من التجاعيد. طب ده بيحصل إزاي؟ عن طريق حقن كميات صغيرة من توكسين البوتولينيوم في الوش. بيتم حقنها في المناطق اللي بيظهر فيها التجاعيد زي الجبهة، حوالين العين، الحواجب وهكذا. بتدخل المادة بتمنع وصول الإشارات العصبية لعضلات الوش، فبيحصل لها ارتخاء أو شلل مؤقت. وعلى حسب كمية المادة بيظهر التأثير بدرجات مختلفة، في اللي بيجمد عضلات الوش تماماً، وفي اللي بيخلي حركتها ضئيلة. ولأننا في عصر الهوس بالجمال والكمال، فعمليات التجميل أصبحت منتشرة أكتر من أي وقت فات، وتحديداً الإجراءات اللي بتكون غير جراحية وسهلة وسريعة زي البوتوكس مثلاً، اللي ممكن يتعمل في حوالي 30 دقيقة بس. واللي ساعد على انتشار حقن البوتوكس إن سعرها رخيص، تكلفة الحقنة حوالي من 200 ل 400 دولار، يعني بالمصري من 10,000 جنيه ل 20,000. وأنا بكلمك على المتوسط، أنا شفت أسعار أرخص من كده بكتير. والميزة الأهم اللي بتفرقه عن عمليات التجميل إنه مؤقت، كلها 4 أو 6 شهور وبيروح. يعني لو ما عجبكش شكلك بيه مش أزمة، هتستحمل كام شهر وخلاص، ومحدش يعني هيعمله مرة وخلاص. أنا وإنت عارفين إن التجميل إدمان، ومش محتاج يعني أذكر لك القصص الكتير لناس وشها باظ بسبب عمليات التجميل. هتقولي يا عمدة بس أنت ما جبتش سيرة الفيلر خالص. هقولك عشان هو يعتبر نفس الفكرة، ولكن مهمته ملء فراغات الوش، فبرضه بيخلصك من التجاعيد، يكبر الشفايف، يكبر الخدود وهكذا. وهنا أنا بكلمك على الحاجات اللي بتتحقن في الوش بس، انت عارف انهم بيحقنوا في أماكن تانية، ولكن ده مش موضوعنا. احنا مركزين على الحاجات اللي بتأثر على التمثيل. البوتوكس بيقتل التمثيل تماما، لأنه بيشل العضلات المسؤولة عن التعبيرات الدقيقة، فبقت الممثلة بتواجه صعوبة شديدة في التعبير عن المشاعر. مخها لما بيبعت إشارة لعضلات وشها بإحساس معين عشان تعبر عنه، بيلاقي إن العضلات ما بتتحركش، فاللي بيظهر هو وش متجمد بلا أي تعبيرات، لا عارف يعبر عن حزن ولا سعادة ولا غضب ولا دهشة ولا أي شيء. فيعني كده هي ما بقتش ممثلة خلاص، هي بقت موديل إعلانات. وهنا أنا بكلمك على حد هو بيعرف يمثل فعلا، أنت شفت له أداءات جيدة قبل كده وعنده مسيرة فنية محترمة. لأن عادي موجود ناس على الساحة هي ما بتعرفش تمثل فعلا، ومش عشان حقنين حاجة، لأ، هم فعلا ما بيعرفوش يمثلوا. فلازم نفرق. يعني يا نهار أبيض مثلا لو لقيت حد حقن وكمان ما بيعرفش يمثل، هيعمل ميكس صعب. طب إيه هي التأثيرات المختلفة لحقن البوتوكس والفيلر على التمثيل؟ هنلاقي إن التعبير عن الحالات النفسية أو المشاعر العاطفية أصبحت متضاربة وغير دقيقة، لأن حصل إزالة لقدرة الجبهة والعينين والفم في التعبير عن أي مشاعر، وده أدى لأن التمثيل يرجع سنين لورا. أصبح الاعتماد بقى على الصوت والجسم والإيماءات. ما هو بقى عايز يعوض إن أهم أدواته التمثيلية اللي هي وشه مش شغال، فبيعمل إيه كمان؟ يتعمد إن هو يظهر بشكل هادي، يحاول يخلي الشخصية باردة في انفعالاتها، فما يضطرش إن هو يزنق نفسه فيتكشف. بس برضه ده ما بينفعش، لأن مهما الشخصية كانت هادية
أكيد هيجيلها وقت وتنفعل، وده أمر طبيعي لأن أحداث القصة بتتغير أو الشخصية نفسها بتتغير. طب الحل اللي فات منفعش، فالممثل هيعمل إيه؟ يتجه لإنه يبالغ في الانفعالات عشان تعبيرات وشه تبان، فتلاقيه بيحزق فتحس إنه هو مفتعل، فبرضه الأداء التمثيلي بيطلع سيء. وبقيت تلاقي إن الإكستريم كلوز اب شوتس قلت لأن المخرج مش هيلاقي عيوب في وش الممثل ويقرب لك عليها. وكارثة عمليات التجميل أو الإجراءات التجميلية بتظهر قوي لما تيجي تعمل عمل فني عن حقبة زمنية مختلفة، تبقى بتتفرج حاسس إن في حاجة غلط، الوش الانستجرامي ده مش شبه الناس زمان خالص. ده غير إنها خلت الممثلات شبه بعض جدا، ما بقتش عارف تفرق دي من دي من دي من دي، كلهم عاملين نفس العمليات، حقنين نفس المادة، مجملين نفس المناطق، فأصبح من النادر إنك تلاقي وش مميز كده وطبيعي. التجميل المفرط جعل كل شيء مزيف، وصدقني إن مشكلة زي دي طايلة أغلب الممثلات، والكلام ده بره قبل حتى ما يبقى هنا. يعني المخرج مارتن سكورسيزي كان بيحذر من البوتوكس وقلقان ومتخوف منه، والكلام ده إمتى؟ من 22 سنة. فهي مسألة وقت بس عقبال ما المشكلة سمعت عندنا. إحنا بناخد وقت كبير عقبال ما بنستورد من بره كل ما هو سيء. وحاجة زي كده مسببة مشكلة للمنتجين والمخرجين والكاستنج دايركتورز، إنهم بيعانوا عقبال بس ما يلاقوا حد مش حائن. مش هقولك بقى يكون بيعرف يمثل، لأنه مش شرط أصلا يبقى نجم عشان يبقى حائن، الموضوع أصبح جزء من الموضة. فعادي تلاقي واحدة مش بتمثل أصلا وحقنا برضو عشان تبان أجمل. وبكده أعتقد أنت فهمت ليه بتحس أحيانا بالانفصال عن الأعمال الفنية بتاعت دلوقتي، وليه بقيت تحس إن الممثلين مش عارفين يمثلوا. والفكرة إن سبب زي ده هيفضل مختفي عن الجمهور، لأن لو ممثل كشفه بيخسر كتير من الزخم اللي حواليه. نادرا لما هتلاقي ممثلة طالعة تقولك أنا جمالي مزيف وإن أنا ببان أصغر في السن عشان حقنا بوتوكس وفيلر، بل بالعكس هتلاقيهم طالعين يقولولك عشان تحافظ على بشرتك زي اشرب مية باستمرار والكلام ده كله. وللأسف أنا مهما قعدت أحصي الممثلات اللي فشلوا في التعبير عن مشاعر شخصيات ما بسبب وقوعهم تحت تأثير البوتوكس مش هقدر أجيبهم كلهم، لكني واثق إنك من خلال الحلقة دي افتكرت العديد من الأسماء، أو على الأقل هتفتكرني كتير بعد كده كل ما تشوف عمل فني وتحس إن في حاجة غلط والممثل مش عارف يعبر عن مشاعر الشخصية. بس ماذا لو الممثلة اتحطت في مأزق، عملت أداء تمثيلي سيء والناس كلها أخدت بالها منه لدرجة إنها طلعت ترند من كتر ما الأداء وحش؟ تفتكر هتعمل إيه؟ هتطلع تقول معلش يا جدعان أنا كنت حقنة وده خلاني معرفش أحرك وشي، ولا هتطلع تقول أنا معرفتش أمثل الشخصية دي أو إن أنا أعمل المشهد ده؟ تعال نفكر فيها كده، ولا أقولك نفكر ليه؟ ما تيجي ناخد مثال ونشوف ريم مصطفى قالت إيه. انا البدايه اصلا بتاعه المشهد نفسه انا لما شفته قلت ايه القرف ده يا نهار ابيض، انا ما تخيلتش ان انا طالعه بالمنظر ده. وبعدين انا كان عندي ظرف يومها. ده كان تعليق ريم مصطفى بعد ما طلعت ترند سلبي بسبب أدائها السيء في مسلسل سيد الناس رمضان 2025، وتحديدا في المشهد ده. انت اللي قتلتني يا مجدي، تقول الحقيقه. تيجي تبص تلاقي إن وشها ما بيتحركش في ظل إنها في أقصى درجات انفعال الشخصية، مع إنها بتحاول فعلا بس عضلات وشها مش قادرة تعبر. ومع ذلك طلعت قالت أصل أنا أدائي كان وحش، أصل يومها حصل لي ظرف. وللأسف ده مش السبب الحقيقي، وأكبر دليل على ده افتح شوف باقي مشاهدها في المسلسل هتلاقي نفس المشكلة موجودة. فهي مش فكرة بقى إنها ما كانتش في المود في اليوم ده أو غيره يعني. وده مع كامل احترامي وحبي لريم مصطفى، الموضوع مش شخصي، أنا فعلا بحبها، بس المشهد بتاعها انتشر بشكل رهيب جدا لدرجة إن كل الناس شافته وكان مثال واضح على الفكرة بتاعت الحلقة. هتقولي اشمعنى في المسلسل ده بالذات ظهرت كده؟ ما هي ممكن تكون عملت مسلسلات تانية ومحدش أخد باله. هقولك ظهرت بالشكل ده في مسلسل سيد الناس عشان محمد سامي من نوعية المخرجين اللي بيحبوا المبالغة، فللأسف خيشت تماما. وعلى فكرة مش هي بس، المسلسل ده كله كان عركة بوتوكس وفيلر، ويعتبر هو أكتر مسلسل فعلا أنا لاحظت المشكلة دي موجودة فيه بشكل بشع. وحتى الناس كمان لاحظت إن فيه مشكلة وساعتها شيلوها للمخرج محمد سامي. حتى الممثلين، ما هو ان حد يطلع يقول ادائي ما كانش عاجبني في المسلسل فهو بيرميها بشكل غير مباشر على المخرج، لان في الاول وفي الاخر هو اللي مسؤول. فمحمد سامي يسكت؟ لا طبعا، فيقوم طالع مدافع عن نفسه. النهارده 90% من الممثلات عاملين حاجات عشان يكونوا اجمل، تاخد حقن بوتوكس وحقن فيلر
ومحمد سامي حبه ما تحبه، بس هو فعلا مع حق في الجزئية دي. هم انتقدوا مشهد ممكن الاداء فيه ما عجبهمش، انا ممكن ابقى بذلت مجهود في المشهد ده وده اخر اللي طلع فيه بالشكل ده. ومتفق معاه في الجزئية دي برضه، لأنه مهما حاول يوجه وش حائن مش هيعرف يطلع منه انفعالات طبيعية. على فكره الفنان ده عنده مصاريف مدارس، الفنان ده عنده مصاريف بيت، الفنان دوت عنده متخانق هو ومراته، الفنان ده عنده ايجارات وعنده اقساط، الفنان ده عنده اعباء. لازم الجمهور يتعامل مع الفنانين كبني ادم مش كمكنه. انا مش هستورد ممثلين. إنما الجزء ده أنا مش متفق معاه فيه، مع إن كمان شوية أنا هعكس لك منظور الحلقة وهوريك المشكلة من جانب مختلف. بس أنا مش مع فكرة إنك تشيلني هم الممثل. يعني الواحد بيشغل مسلسل أو فيلم عشان يفصل من ضغوط الحياة، تقوم أنت مشيلني هم فوق همي وتقول لي استحمل الممثل؟ ده كده ما بقتش صناعة ترفيه خلاص، ده ناقص أنا اللي أقوم أرفع عن الممثل كمان. أنا ما بنكرش إن الممثلين بيتعبوا، لكنهم بياخدوا في المقابل شهرة وفلوس ونجاح. مفيش فنان بيتكرم على المشاهد ويكرمش له تذكرة فيلم في إيده يعني، بل بالعكس المشاهد هو اللي بيدفع فلوس ووقت وجهد عشان يروح يشوف فيلم في السينما مثلا. وببساطة أنت كمخرج لو شايف إن الممثل اللي قدامك مش هيعرف يعمل الأداء اللي أنت عايزه، ما تختاروش، لكن ما تحطش المشاهد في خانة إن اللي اتحط له ياكله وهو ساكت. وخليني أقول لك إن مع ذلك في جزء جوايا متعاطف مع المخرجين والممثلين، سواء محمد سامي أو ريم مصطفى أو غيرهم، أنا بس مختلف معاهم في السياق. ولأني زي ما معودكم في الحلقات مش بنشوف الموضوع من وجهة نظر أحادية، وبنحاول إننا نشوفه من جوانب مختلفة عشان نوصل للحقيقة، فبدل ما أطلع وأقول لهم بطلوا اللي انتوا بتعملوه وده سهل أوي عليا يعني، لازم نفهم الأول هما ليه بيعملوه من الأساس. والإجابة بسيطة، عشان هو ده حال الدنيا يعني. السوشيال ميديا رفعت سقف التوقعات على الناس العادية، ما بالك بقى بالناس اللي بتنتفع منها زي الممثلين. خلت الكل في سعي دائم ورا الجمال، وكله بقى عنده هوس بالكمال. بالنسبة للممثل اللي عايز يحافظ على شهرته، فهو دايما عايز يظهر بأحسن شكل ممكن، عايز يعمل إعلانات فبالتالي عايز دايما يبقى في أجمل شكل ممكن، عايز العين تبقى دايما عليه فيظهر في الإعلام أكتر. والناس أحيانا بتبقى جزء من ده. القدسية اللي بيعملها الجمهور للفنان بتخليه يسعى لأن هو يحافظ على نظرة الإعجاب والهالة اللي حواليه. الصحافة اللي بقت بتطارد الممثلين في كل حتة خلتهم عايزين يبقوا مثاليين، فالفنان غصب عنه بيتسلع وبيفقد إنسانيته، والموضوع كله بقى زيف في زيف. والسبب الأهم كممثل أو ممثلة إنها دايما عايزة يبقى عليها الطلب ويجيلها أكبر كم من الأدوار اللي ممكن تقوم بيها، فلذلك بتلجأ لعمليات التجميل أو حقن البوتوكس والفيلر عشان تبان أصغر في السن وتظهر إنها لسه الشابة الجميلة اللي قادرة تعمل أي شخصية. ما هي عايزة إنها تفضل في دور البطولة، مش عايزة بقى تتهمش وتتحط في قالب معين، زي مثلا إنها تعمل أدوار الأم والجدة والكلام ده. فالممثلين بيبقوا في معضلة بين إنهم يختاروا وجه قادر على التعبير عن المشاعر أو وجه آخر يبدو أصغر سنا وأجمل ولكنه ما بيتحركش. ودي معضلة حقيقية في هوليوود حتى، اللي بيئتها قاسية جدا، والحصول على أدوار فيها بيبقى صعب بدرجة كبيرة خاصة للنساء في سن معين. فالممثلة بتقع في مفارقة غريبة، بتشوه وشها عشان تلبي معايير السوق، ثم تلاقي نفسها غير مرغوب فيها من نفس السوق بسبب إنها ما بقتش تعرف تمثل. فهو موقف صعب، لو رفضوا الخضوع للإجراءات التجميلية دي ما بيلاقوش أدوار، ولو خضعوا ليها ما بيعرفوش يمثلوا. فهي مفارقة عجيبة للأمانة، وللأسف الموضوع ليه جذور قديمة، لأن فعلا السينما في بدايتها كانت قايمة على الشكل، وكان بيتم الدفع بالنجوم الجمال اللي شكلهم حلو. في مصر مثلا عندك سعاد حسني، فاتن حمامة، وبره برضه هتلاقي مارلين مونرو وصوفيا لورين. وتقديس الصناع للجمال على مر العصور هو دلوقتي اللي خلانا محطوطين في مأزق، لأن الجيل اللي طلع ربط بين معايير النجومية والجمال. وإحدى الممثلات عبرت عن ده وقالت: يا له من نفاق الصناع، بيقولوا لنا إن التقدم في السن أمر طبيعي وإن البوتوكس بيجعلنا مزيفين، وفي الوقت نفسه بنلاقي النجوم اللي بيتم الدفع بيهم على مر العقود هم اللي شكلهم حلو وعاملين عمليات تجميل. وده حقيقي على فكرة، الهوس بالإجراءات التجميلية سابق حتى حقن البوتوكس والفيلر. يعني كتير من المشاهير في هوليوود زمان ودلوقتي جربوا حاجات كتير غريبة
بهدف التجميل. ولو ذكرت لك أمثلة مش هنخلص، اللي استخدم بيض الديدان في إنقاص الوزن، اللي استخدم شامبو الحصينة على شعره، اللي استخدم دودة العلق على وشه، اللي استخدم سم الأفعى الاصطناعي لشد الوجه وإزالة التجاعيد. وعندك بقى من الأمثلة دي كتير. فمن الآخر انت قدامك مشكلة بتتمنى إيجاد حل ليها، بالرغم ان مدرك تماما ان الموضوع ليه جذور قديمة وانه دلوقتي أصبح أمر واقع. يعني سيبك من السينما والتلفزيون، الهوس بالجمال قديم جدا. يا عم ده نيتشه قالك لو قتلت صرصار فانت بطل، انما لو قتلت فراشة فانت مجرم. فالجمال هو معيار مهم جدا على مر العصور، وللأسف دي الحقيقة اللي مهما حاولت تهرب منها مش هتعرف. وبتلاقي ان اقصى امنياتك دلوقتي ان بس الممثلات يبعدوا حقن البوتوكس والفيلر عن الفترات اللي بيكون فيها تصوير عشان يعرفوا يمثلوا، لان زي ما قلت لك في اول الحلقة انه اجراء مؤقت بيقعد من 4 ل6 شهور، ولو انها فترة طويلة برضو. حتى صناع السينما بره بيقولوا ان الممثلات بقوا يستخدموا حاجة اسمها بوتوكس لايت، واللي هي بتقعد مدة 2 ل3 شهور. لكنك لو جيت بصيت برضو هتلاقي ان هو مجرد حل مؤقت، لان تكرار الحقن بيطول فترة النتائج وبيقلل الجرعة المطلوبة بعد كده، واحيانا بيمنع ظهور التجاعيد المستقبلية. فهتلاقي المشكلة مستمرة. وعارف ايه هي المشكلة الاكبر؟ ان الممثلات بقوا عايزين يبانوا في اجمل شكل على الشاشة وحتى بره الشاشة، وكأننا بقينا عايشين جوه كدبة كبيرة كله بيسعى فيها إنه يبذل أقصى جهده عشان محدش يكتشف إنه محتال. وبس كده خلصت رحلتنا مع موضوع حلقتنا النهاردة، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجة جديدة او الفت نظرك لشيء، رسالة، فكرة او وجهة نظر مختلفة. والاهم في الاخر هو رأيكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو عندك موضوع معين مش فيلم تحب ان اتكلم عنه في المستقبل، اكتب لي برضو تحت في الكومنتات. ولو حبيت الحلقة والكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقة مع صحابك، ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات الجاية. ولو عايز تعرف عني اكتر هتلاقي لينكات الانستجرام واكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.